مساء الورد والفل على الغزالات ديالي، على الاميرات النويويرات اللي ديما منوريني ومشرفيني في هذه القناه. وكيف ما شفتوا معايا في العنوان، كيفاش تكوني عاهره ديال راجلك وحلالك وفيما يرضي الله. وقبل ما نفصلوا في الموضوع، بغيت غير نسولك، عمرك وقفتي لحظه من لحظات حياتك وسولتي راسك اولا علاش الراجل كيمشي عند العاهره وكل ما هو غير مباح؟ ياك أنثى واللي عندك عندها، وتقدري تكوني حسن منها وزين منها بالهضاب والتضاريس اللي وهبك الله. خليني انا غادي نجاوبك على لسان كل رجل مشغوف وملهوف بهذا النوع ديال الجنس. الجنس اللي في الحرام عنده شهوة ولذة حسن وحسن من اللي في الحلال. غادي تقولي لي كيفاش وعلاش؟ ياك كوا ومرا وانا غادي نجاوبك، حيت العاهرة ما عندهاش لي ليميت، وانتي حاطه الحدود لراجلك وخطوط حمراء اياك تجاوزها. العاهرة ما كتمنعش الراجل فيما قالها نخشيه كيخشيه، ما عندهاش عيب حشومة ما نقدرش. اما انت يا امة الولاد، اويلي يا الراجل طفي الضو هو الاول. شتي ابنت ادم وحواء، الا تعلمتي كيفاش تكوني عاهرة لراجلك فوق الفراش راكي ملكتيه. هذا الراجل غادي تخليه خاتم في صباعك. وخليك يكون عندك أسلوب ديال العاهرات، وكوني فنانة وقدمي أداء اللي تخليه مبهور بيك. دوي بلسانهم وتغنجي وتمتعي ودلعي واستمتعي باللحظة ومتعي حبيبك معاك، وبمفهوم اللي صح نحارفي في الحلال. غتقولي ليا كيفاش؟ غنقولك تصنتي ليا مزيان وتسمعيني ليا في هاد الكلمات. ياك راجلك كيقيل طول النهار في تمارة على الطرف ديال الخبز في الحلال، الله يعاون كل واحد كيف ما كانت خدمته. وانتي هاد اليوم راكي في دارك مسالية ما خداماش، وبغيتي تفاجئي ليا راجلك بليلة اللي عمرو ما ينساها ولا في الأحلام. وتبعي معايا هاد الشي بالحرف وما تنسايش وتيقني ونراهنك الا ما تبدل راجلك 180 درجة. انتي في الدار وميقنة ان راجلك ما غيرجع حتى اللمسة للدار، شنو غادي ديري؟ اول حاجة النظافة الشخصية، تمشي ليا للحمام او دوش غير في الدار. المهم دوري ليا براسك وزولي ليا الشعر اللي خصو يتحيد واللي زايد على القياس، وعطري ليا الجسم ديالك، صوبي لي شعرك، وقادي ليا شي ميكاب خفيف اللي ما يكونش اوفر ويكون قاضي الغرض. وتاني حاجة الاكل، وكيف ما كيقولوا اقصر طريقه لكسب قلب الرجل هي معيدته. ياك بعدا متفقين على هذه المساله؟ ايوا بغيتك لاله توجدي له شي شهيوه من الشهيوات اللي يحبها قلبه بطريقه مختلفه وتقديم مثير، وتكون كلها طاقه وحيويه. فهمتيني ياك بعدا؟ وثالث حاجه واللي هي مهمه بزاف، الا كانوا الوليدات ديهم عند ماماك ولا عند اختك. غادي تقولي لي بعادين، ماشي مشكل، يمكن لك تعشيهم وتنعسيهم بكري وتسدي ليا الباب وتاكدي ليا مسدوده مزيان باش تفضي ليا راسك لحبيبك. واخر حاجه في الاستعدادات، حوايجك شنو غادي تلبسي في هذيك الليله؟ خاصك الحبيبه ديالتي تكوني سكسي بما في الكلمه من معنى. تلبسي ليا واحد الشوميز دونوي يكون شفاف ومشبك، والمهم كيبين كل المناطق الانثويه، هذيك الهضاب والجبال اللي مخبياهم طول اليوم تحت هذيك البيجامه. بغيتك تلبسي لي هذاك الشوميز اللي منين غيشوفك راجلك مستحيل غيصدق راسو، يقول محال هادي واش مرتي، يمكن غلطت في الدار. وهذه هي النقطه اللي بغينا نوصلوا ليها، وهذه غير البدايه. وبهكذا كنكونوا سالينا الاستعدادات، دابا نتسناو غير الراجل يدق في الباب. من بعد ما تكوني جمعتي ليا دارك وطلقتي ليا شي رويحه غزاله وشي موسيقى هادئه، ولبستي ليا وتقديتي ليا كيف ما قلت لك، وفوق الميده حطيتي عشاك وشعلتي ليا شي شميعات، وكتسناي غير راجلك يدق الباب. ها هو كيدق، حلي ليا الباب، نراهنك راجلك غيبقى حال فمو فيك، ما غيعرفش هاد السيده اللي فتحات له شكون. وفي وسط هاد الحيره تغنجي وعيطي له بسميتو، دلعيها ليه مومو زوزو حوحو انتي واللي عطاك الله. وجريه من الكرافاطه من السمطه ديال السروال ميدو مما جريتيه دخليه لعندك. ومنين يقرب لك همسيلو في جنب ودنيه، توحشتك الحبيب ديالي، تخلي شعر راسو يوقف. وسدي ليا الباب وديه نيشان لمائدة العشاء، وانتي كتقولي ليه الليله ليلتك الحبيب ديالي، الليله غادي نعوضك على كل شي اللي فات. وراجلك بالدهشه ديالته باقي ما فاهم والو، باقي في حيره ما قاشع والو، وحتى لحد الان ما قال حتى كلمه. وانتي كتحيدي الجاكيت ديالو وحطي الشنطه ديالته
وكولوا وتمتعوا بكل لحظة بالتفاصيل ديالها، وكولي بتاويل وصواب بحال اللي راكي برا في شي ريسطون، ماشي غير كتحشي فمك بجهالة. باش تفاداي هادشي الا كنتي جيعانة، كولي مقبل شي حاجة سدي بيها الجوع، وهانتوما كليتو وشربتو بالصحة والراحة. خلي كل شي كما هو، ونوضي انتي وراجلك، ما تجمعي ما ترتبي اصلا ماشي وقته. وجمعي ليا الوقفة وجري لي راجلك للصالون لأي مكان آخر يكون واسع، وشعلي ليا شي موسيقى الشعبي ولا الشرقي، المهم اللي كان، المهم اللي يكون فيه النشاط وعلى ذوقكم. وخودي ليا واحد الشال وحزمي لي على الخصر ديالك وبداي كتمايلي، وشوفي لي هذيك الساعة ردة الفعل ديال راجلك. انا بغيتك تلوي وتحيري وتزعزعي الدنيا وانتي كتدلعي وكتميعي، هذاك راجلك وحلالك. ما تخلي له ما يقول، خليه كيترعد في بلاصتو، ولحد الان باقي حاير وكيقول واش هادي مراتي ولا كان حلم. من حقك، هذاك راجلك وحلالك. وفي لحظة من اللحظات ديري ليا شي غميزة حارة وانتي هاربة لجيت بيت النعاس. نراهنك بعمري الا ما تبعكش وهو يجري كي المهبول لبيت النعاس باش يعرف اشنو كاين مور هادوك الحوايج اللي كيشطحوا بكل اثارة ورومانسية. ودابا جا وقت المرحلة الثانية، تحيدوا الحوايج. هنا يا سيداتي خصكي تعلمي فن العري، كيفاش تحيدي حوايجك بطريقة فنية ومثيرة على ايقاع الموسيقى. وحتى راجلك ما تنسايش تفتحي له القميجة وانتي كتشوفي فيه بكل إثارة ورومانسية، وتنزلي له السلسلة ديال السروال. نراهنك في هاد اللحظة إلا ما هزكش ورماك فوق السرير، هنا غتكوني شعلتيه على نار هادئة وما بقالو فين يزيد، وصل للطوب. ووصلتو فوق الفراش، وهنا وصلنا لمرحلة أخرى تماما. بدا وقت المداعبة. بغيتك الحبيبة ديالتي تبوسيه وتلحسيه في كل المناطق اللي عنده، غتخليه كله إثارة، بشفايفك بلسانك، مرة مرة تزيري بسنانك ولكن بلا ما تعضي. ضربي وقيسي وانتي هابطة بشوية بشوية وانتي كتفركي الدات ديالو حتى توصلي للمعلم. بغيتك هنا تهلاي وتصرفي ليا معاه بطريقة خاصة ومميزة، وديري اللي بغيتي فوق سليب، وشوية بشوية وانتي كتزوليه، وديري نفس العملية غير سليب ما كاينش. فهمتي القضية؟ وكوني موقدة معاي. هنا غتخليه كله إثارة، نار نار شاعلة فيه، وبهاديك النار اللي شعلتي فيه غينوض يدير لك نفس داكشي ولا كتر من فوقه. اي حاجة في هذيك اللحظة كتمنيها طلبيها منه. بغى يلحس خليه، بغى يمص، بغى يعجن خليه، بغى يدير اي حاجة رزقه حلاله، خليه يتمتع به كيف ما بغى، ياك في الحلال. وما كديروش شي حاجة في الحرام. اي حاجة طاحت لك في البال ديريها، اي بوزيسيون، اي وضعية بغيتي، حتى انتي الا بغيتي تكوني انتي اللي من الفوق ما ترديش. وما تنسيلياش الصوت ديالك، غوتي تنحنحي نهشي بكلمات كلها إثارة ورومانسية وبلا حشمة ولا تحفظ. وواخا تخسري معاه الهضرة، راجلك ما غاديش يتقلق منك هاديك اللحظة، بالعكس غيتأكد انك في هاديك اللحظة راكي وصلتي للطوب ديالك. ديري اي حاجة طيح ليك في بالك، وخليه حتى هو يدير اي حاجة طيح له في بالو، الا اللي محرم علينا الشرع ديالنا. وتمتعي ومتعي ليا الحبيب ديالك، عيشي اللحظة بكل التفاصيل ديالها، وحسيه بالذكورة ديالته أثناء العملية الجنسية. تغزلي بيه وبكل التفاصيل ديال الجسم ديالو، وخليه يحس باللي راضية عليه وعلى الذكورة ديالته، وباللي مقنعك ومشبعك من كل النواحي. وملي تسالي يا لاله كل ما بغيتو ديرو، دابا جا وقت الراحة البيولوجية. يعني تبقاو فوق الناموسية عريانين، يعني تعطيه بالظهر وهو يغمرك من الخلف، وانتوما كتدويو بكل حنية، وهو كيلعب لك في شعرك وفي بزيزلاتك، وشي مصيصة من هنا وعضة من هنا، وانتوما كتدويو في الشي اللي عشتوه. ما تدويوش في مشاغل الحياة والولاد. وتقولي ليه في ديك اللحظة اللي شديتيني فيها حسيت أنني ملكة زماني، ومتعتيني لأقصى درجة، الله يخليك ليا عمري. وخليه يحس
بالفحولة ديالته وباللي هو ذكر وقادر يمتعك ويغنيك على أي حاجة تقدري تفكري فيها. وما ديروش هذاك الكوا ديال الوالدين، واحد جوج ثلاثة على السريع وها حنا سالينا، مسح ونوض كل واحد يمشي لقنت. لا، تثبتوا وخليو كل هذيك اللحظات اللي عشتوها تعقلوا عليها وتستمتعوا بها وانتم كتسترجعوها. واخر مرحله غتنهيو بها هادشي كامل، غتنوضوا ليا بجوجكم للدوش، ما تعرفوا عاوتاني بان شي بلان اخر تما ويكون دوزيام ميطون، علاش لا، ويكون يا سلام. وهذا ما كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف على قلبكم واستفدتوا منه ولو القليل اللي تحدثنا فيه. ودابا جا وقتكم باش تخليو لي تعليقاتكم وآرائكم ولايكاتكم للفيديو، وكذلك الاشتراكات ديالكم إلا كنتوا أول مرة تكتشفوا هذه القناة. كانت معكم لينا، وكنتمنى لكم كل الخير والمحبة من قلبي. نشوفكم قريب فيديو جديد ونهاركم سعيد.